إليكم أبرز الأحداث والنتائج كالعادة. لا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك. تويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا، وضيع لقب من أرسنال بفارق نقطتين. فاز إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بعدما نجح في قيادة فريقه لحصد لقب البريمير ليج بتسجيله 27 هدفا. وقال هالاند عن حصوله على اللقب للمرة الثانية تواليا: ليس سيئا، لا يوجد الكثير لأقوله. أعتقد أنه من الأفضل أن تلعب كرة القدم فقط ولا تتحدث كثيرا، دع الآخرين يتحدثون، فهذا أفضل بهذه الطريقة. بينما ودع فريق ليفربول مديره الفني الألماني يورغن كلوب ونجميه الإسباني تياغو الكانتارا والكاميروني جوال ماتيب، وفاز ليفربول بهدفين لصفر على ضيفه ويلفرهامبتون يوم الأحد في المباراة الأخيرة. انهزم فريق نهضة بركان أمام مضيفي الزمالك المصري بهدف دون مقابل في مباراة التي جمعتهما الأحد من ملعب القاهرة ضمن إياب نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليتوج الزمالك باللقب مستفيدا من نتيجة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد. أكدت عدة تقارير صحفية أن ناتشو قرر الرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع الفريق الملكي. وفقا لشبكة ريديفيو الإسبانية، سيلعب ناتشو مباراته الأخيرة مع ريال مدريد في الأول من يونيو ضد بورسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا. غولر يصل إلى الهدف السادس مع ريال مدريد رغم قلة الدقائق التي يلعبها. أفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن أردا غولر نجم ريال مدريد لن يخرج على سبيل الإعارة الموسم المقبل، وقد استقر النادي على ذلك حتى قبل تألقه وتسجيله للأهداف. كما لا تنسوا دعمي باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.